قصة مبروك هذا أنا شريته ولقي من صياح الملعبي، وشفت البعير شخصيته قوية وأمه طيبة. قال لي أمه فردية كانت عند مطاف، وأبوه النادر ولد المتحدي بعير قعيد الشلاح. قبل ما يصل جذع، يعني قبل ما يصل جذع ب4 شهور 5 شهور جاء عليه صوم 350 من شباب البقم. أول الصوم ما تغير، لكن لين جات منه بكرة وقعود بعنا البكر اللي مقعد الحمر ب100، وبعنا قعود لسعودي بن حجيل مطيري من أهل الديرة هنا ب80. ثاني جاه سواء. آخر صوم على القعود سايم ومطر الشيباني في الطوق ب1,000,000. ما عندي نية بيع، أبيه سبيل للمسلمين، وأنا ربنا يرزقني منه إن شاء الله، والناس تترزق منه إن شاء الله. السبب في فتح السنوات هو الأجر من الله عز وجل، وأنا أستفيد والناس تستفيد الحمد لله. عدد السنوات كثير ما نقدر نحصي، والناس كثيرة، يعني الناس ما واقفة على طول، يعني دول موجودين بيجوا يغيرون على طول. يعني احنا البعير ده لنا 4 سنة يعني ما حصل إلا لما نوقف مرة من الضراب حتى نوقف. يعني ليه رمضان العام كنا نضرب فيه، وحتى في بعض الناس ما ضربوا البعير فدر وشالوا بجلول ونحن جلول. أكبر مبلغ بيع على تاج مبروك 400 بكرة، باع رجال ب400، ومباعت بكرة ب300 باع رشيدي، ومباعت بكرة ب150، ومباع واجد. يعني في شيء نحن ما عارفين انه مباع واجد. انا بعتها على البعير، يعني ابكار على 100 على 70 على 80 على 60 على اكثر ما بيعتبر بكره ب110. لكن الناس اللي برا باعوا طيب. البكره ال 400 باع واحد دوسري، وبكره 150 باع دوسري، وفي الرشيدي باع بكره ب300 لشالح بن شاهر الشيباني رشيدي، وباع قعدان